السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة فاطمة الوجدية. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في افضل الاحوال. حبايبي ما تنساوليش لايك وبارطاج واشتراك، فضلا منكم وليس امرا، باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم. هانتوما تعيات بغي ما تدويش، يدويوك صحة، يدويوك صحة. اليوم جالس هاني معليا ما بيا واحد الصحفيه زميله ديالي صيفطت لي مقال في بانه في خنيفرش دو واحد السيد مخبي 150 طن ديال البطاطا، مخبي 150 طن ديال البطاطا. علاش؟ لا ما علاش ما نعرف، ماشي ما نعرف، باغي هو يزيد الربح. 150 طن ديال البطاطا بعمليه حسابيه بسيطه هي 150 الف كيلوغرام ديال البطاطا مخبيه في مخزن، بعد ما يخرجها حتى يقرب رمضان ولا شي لعيبه، وديك الساعه سير قول للحكومه كيفاش الاسعار ستنخفض تدريجيا مع قدوم شهر رمضان. وحنا عندنا ناس في هذه البلاد اللي دابا شدينا واحد مخبي 150 الف كيلو ديال البطاطا. شحال من واحد غيكون مخبي شحال من حاجه؟ 150 الف كيلو ديال البطاطا اللي زاد فيها 2 دراهم، هو ضرب 30 مليون ديال ربح بارده وجالس كيفرع في المواطن. والحكومه كتخرج دابا، الوزاره ما فهمتش واش محفظين لهم نفس الجمله ديال الاسعار ستنخفض تدريجيا. واش بوحديها؟ واش الاسعار غير ديال الله؟ ما نعرف. السيد ديك النهار مشى يشري الطون، قال لي راه ما بقيتش كنشري من السوبر مارشي كيجيني غالي، وليت كنمشي لواحد الهري باعوا لي ب 11 درهم، وهري واحده اخرى حداه بيناتهم شي 400 ولا 500 متر وباعوا لي ب 12 درهم ونص. دايرين ما بغاو. الناس اللي خاصهم يفهموا هو انه انت الاخ ولا الاخت اللي كتفكروها في الربح، مع انه الاحتكار محرم تحريما قاطعا ومجرم قانونيا، فراك كتساهم في احتقان الاوضاع في البلاد بصفه مباشره او غير مباشره. ملي كيولي المواطن ما قادش يجيبو مضرور، راه كاين اللي يقدر يخرج ولادو من المدرسه، كاين اللي يقدر يخوي الدار، يجري عليه الكراي اللي انا معطل عليه بالكرا، حيت هو مولف كيتقداها ب 500 درهم في السيمانه، ولا خاصو يتقدى ب 800 درهم. هذيك 1200 ولا 1500 درهم ديال الفرق راه تخلص ليه كرا في احياء شعبيه. ما فهمتش انا كيفاش نتوما كيجيكم خاطركم وكتنعسوا بالليل مهنيين وانتوما عارفين راسكم فارعين شحال من واحد وبخير. شي الاحتقان يقدر شي حجره تشير في شي مظاهره تقدر تطيح الروح. راه واحد في تركيا دابا عاد كان معلق، شدوه مور الزلزال، كان غادي خارج من تركيا وهز الفلوس، بنا مجمع سكني على قدو فيه 250 دار راب، ماتوا 800 واحد. ها هو على رقبته 800 واحد ماتوا. نتوما دابا كلها كيمشي يخبي السلعه على خاطرو، تتخرج بدا يصرف لنا بشويه بشويه. والبطاطا باش ما تشريها ب 3 دراهم تشريها ب5، وخيزو بلاص ما تشريه ب6 تشريه ب8. وانتم كتساهموا الى جانب الازمه، الى جانب التدبير السيء الحكومه لهذا الملف لحد الان. كاين شي تدبير اللي هو واعر، التدبير راه هو متوسط جدا، نقدروا نقولوا سيء. تزيدوا تكملوا علينا، حرام عليكم، راه ما يمكنش. وإلا تشد واحد اللي مخبي 150 الف كيلوغرام ديال البطاطا خاص يتشدوا بزاف. الحكومه الا بغات الاسعار تنخفض تدريجيا حتى هي تدريجيا تمشي تشد لنا هادو اللي شادين السلعه، والتنقنيقه راه كتوصل في هاد البلاد. ماشي حنا بنادم كيدير اي حاجه، مقدم سائق اخبار وقايد سائق اخبار وكلشي سائق اخبار، وبنادم مخبي 150 الف كيلو ديال البطاطا. ما سقتوليش اخبار ملي كان كيخبيها، ما عرفتوش كي دار دخلها لا حتى شي حاجه. المهم انا راه كيجيني هادشي ماشي معقول صراحه. والناس اللي كينقنقوا كيجيبوا هذا تلقى بهادي وهذا دار هادي وهذا راه كيشرب كل ليله وهذا راه كيكمي وهذا راه كيدير، شوفوا لنا داكشي الناس اللي مخبيين السلعه وجالسين كيحتقروا السوق وباغيين يفرعوا عباد الله. وسمحوا لي شي شويه على الانفعال، ولكن والله العظيم راه انفعال حقيقي كتصدر على هذه المواضيع. هادو ناس ما عندهمش ضمير ويقدروا يخرجوا على هذه البلاد. وشكرا، هذا ما كان.